السلام عليكم خوتي المغاربه، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فواحد الفيديو خاص. هاد الفيديو كيدوي على الناس ديال الرميد. فينا هو الرميد؟ علاش مشى الرميد؟ باش تعوض الرميد؟ كيفاش لا سينيسيس؟ اشنو ندير الا ما كانش عندي الرميد؟ سالت لي الرميد بزاف د الاسئله، الناس اللي ما عارفينهمش. باش ما يجيش الفيديو طويل غادي نختصر لكم الاخوان. اليوم هاد الوثيقه اللي كتشوفوا هي اول طلب اللي خصكم ديروه ونعمروها ونديوها للمقاطعه ديالنا باش نستافدوا. قبل ما ندخلوا على الاخوان في الوثيقه، غادي نبدا ونقول لكم شنو هما الاسر اللي كتهمهم هاد المسطره الجديده اللي دارت الحكومه. الاسر اللي كتهمهم هاد المسطره الجديده اللي دارت الحكومه هما الناس اللي كان عندهم الرميد وبغاو يستافدوا من التغطيه الصحيه الاجباريه لامو تضامن. الناس اللي عندهم الرميد مازال فالابل، باقي ما سالاش الاخوان، اوتوماتيكمون الدوله ربطات لهم الرميد ديالهم بلا سينيسيس وكيوصلهم واحد الكود في التليفون ديالهم. هاد الناس ما نهضروش معاهم حيت الحمد لله ما غيكون عندهم حتى شي مشكل، كيمشيو للسيبر كيجبدوا الورقه ديالهم ولا عندهم امول التضامن. الناس الاخوان اللي الرميد ديالهم سالا، لان التاريخ ديال شكون الناس اللي استافدوا من الرميد اللي باقي عندهم، اللي استافدوا من لاسينيسيس، هما اللي باقي عندهم الرميد ديالهم صالح نهار 30 نوفمبر 2022، شهر 11 اللي فات. باقي عندك الرميد صالحه في هاد لاطاس، اوتوماتيكمون كتربط لك بلا سينيسيس. الناس اللي عندهم الرميد سالت لهم قبل من 30 في شهر 11 الاخوان، او ما عندوش الرميد يلا غادي يديرها، هما اللي غادي ندوي معاهم ان شاء الله في هذا الفيديو باش يشوفوا الخطوات اللي غادي يتبعوا باش هما يتستافدوا من امول التضامن. هاد الاسره الاخوان، اول حاجه خصك دير اخويا او اختي او الوالد والوالده ديالي، هي انك غتمشي تاخذ هاد الوثيقه من اقرب يعني مكتبه عندك حداك، او المكتبه اللي قريبه للمقاطعه ديالك، كتاخذ هاد الوثيقه باش تعمرها. الناس اللي كيقولوا لي كاين تسجيل في التليفون، ايها الاخوان كاينين اللي سيت وكاين تسجيل في التليفون، ولكن ملي كتبدا تسجل في التليفون كاين الناس على حسب الكونيكسيون على حسب الزر ديالو كيبدا يسجل، كيمشي له كلشي مزيان، كان قاري مزيان الله يسهل، كتسجل في الانترنت وكتمشي عند الناس كتكمل، لحقاش كاينين ثلاثه المراحل ديال التسجيل. كاينين الناس اللي كيبداو يتسجلوا في الهاتف، كيبدا يدخل المعلومات ديالو، كيتبلوكا التليفون، كتبلوكا الكونيكسيون، كيعاودوا. هذه عن تجربه، انك ملي يلاه كتوصل نصف يعني المعلومات ديالك كلشي كيتبلوكا وكيعطوك تعاود من جديد. المهم انا كنهضر مع الناس اللي باغيين يعمروا هاكا مانيال. اول حاجه غادي يديروها الاخوان، وقبل ما نبداو كيف ما قلت لكم في الوثيقه غنعطيكم واحد الشرح خفيف اشنا هما الخطوات اللي خصنا نديرو. شنو غنديرو؟ اي واحد كتسولك يقول لك انا ما عارفش، قول لي اشنو غندير باش نتسجل حتى انا. اول مرحله هي التسجيل في السجل الوطني للسكان، هي هاد الوثيقه اللي خصك تعمر، طلب التسجيل في السجل الوطني للسكان. ثاني مرحله هي التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. وثالث مرحله هي تقديم طلب الاستفاده من امو للتضامن. ثلاث مراحل الاخوان كيتبعوك. اول مرحله غادي دير في هذا الفيديو اللي غنشرح لكم، غنبداو بالمرحله الاولى، كنمشيو ناخذوا هذه الوثيقه كيف قلت لكم، موجوده في اي مكتبه وموجوده حدا المكاتب، خصوصا المكتبات اللي حدا المقاطعات اللي حداكم. كنمشيو الاخوان غنوريكم كيفاش تعمروها. كاينين واحد الناس او خوتنا او الوليدات اللي عندهم تجربه كيقول لك عطيني نعمرها لك، كيستافدوا من هذه التجربه يعني هذه الفتره بواحد 5 دراهم ولا 10 دراهم. الناس اللي ما قارينش احسن لهم يعطيو لهاد الوليدات يعمروا لهم. واللي بغى يعمر راسو بقى معايا في الفيديو باش تعرف شنو هما المعلومات وشنو خاصك دير. اول حاجه الاخوان، بسم الله على بركه الله، هنا عندنا الجهه، كتكتب الجهه ديالك. مثلا انا عندي هنا الجهه ديال الدار البيضاء ستات. هاد الشيء الاخوان كلشي كيكون عارف فين كيسكن. عماله والاقليم عندي انا مولاي رشيد. هاد الشيء غير امثله. بالنسبه للملحقه الاداريه، بالنسبه للبشويه ديالي دائما كنبقى في سيدي عثمان. انا عطيتكم مثال وانتم تنتوما غادي تعمروا دائما داكشي اللي عندكم. بالنسبه للملحقه الاداريه الاخوان كيف كتشوفوا معايا، الملحقه الاداريه سيدي عثمان. هنا على حسب نتوما فين كتسكنوا، كنتو في اي سطات، كنتو في اكادير، كنتو في مراكش، كديروا هادشي ديال فين جات الجهه العماله الاقليم. عندكم وليد غيدخل التليفون وغيخرج له هادشي بالتفصيل وغيقول لكم فين بالضبط باش تعمروا هاد المعلومات. كنجيو هنا المعلومات الشخصيه، الاسم العائلي لوجين، الاسم الشخصي حياة. كنعطيكم مثال ذكر ولا انثى، انا انثى، كنتي رب الاسره راك كدير ذكر. كنجي هنا مواطن مغربي، مواطن مغربي ماشي مقيم. كنجيو هنايا كندير تاريخ الازدياد فاش انا زايده. كنجيو هنا كنديروا مكان الازدياد فين،
البيضاء. هادشي غير أمثلة الإخوان. الجنسية مغربية. وكنجي هنا رقم رسم الولادة كيكون في الحالة المدنية، كتجبدوه من الحالة المدنية الإخوان وكتعمروه 5 6 7 8 9، المهم حتى كتعمروه. كنجيو هنا كنديرو هاد المعرف الرقمي ما كنديروش، حيت هذا هو اللي غيخرج لينا في المرحلة الثانية. هاد المعرف الرقمي كنجيو هنا رقم البطاقة الوطنية للتعريف، كنجي أنا كندير ديالي وكندير الوقت اللي غتسالي ليا فيه، مثلا 1/2/2024 كدير هيمتى غادي تسالي لك لاكارت ناسيونال ديالك. كتجي هنا كدير الهاتف ديالك، هما بادين لك بهاد 212، كدير مثلا 6 7 8 النمرة ديالك ديريكتومون. ما كدير الصفر، كتجي نيشان كدير 6. عندك البريد الالكتروني كتكتبو، ما عندكش ما كتكتبوش. مثلا انا عندي غادي نكتبو mail.com. كنجي الاخوان كنجي هنا عنوان الاقامه لصاحب الطلب، لادريس ديالك بفين ساكن، لادريس كامله، العنوان فين ساكن، الدار، رقم الدار، رقم الاقامه، كدير كلشي. كنجي هنا بلوك الاخوان. كنجي هنايا الجماعه دائما كنبقاو في سيدي عثمان. انا عطيتكم مثال. كنجيو هنا كنديرو واش انا سكن جماعي ولا سكن فردي. كيف كتشوفوا كنتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم. كنجي هنايا كندير انا كنت ساكن بوحدي، كندير مع يعني راه الجماعي كنت ساكن مع العائله ديالي، راه كندير يعني جماعي كنت ساكن بوحدي كندير فردي. انا غادي ندير فردي. كنتمنى ان الفيديو يكون باين لكم مزيان. كنجي هنا الاخوان كندير سكن، كنجي ندير رقم المبنى، رقم الدار ديالي، رقم الدار ديالي مثلا 61، والباب كنتي في الموبل كدير رقم الموبل، والباب كنتي في نفس الدار راه كدير نفس هادشي اللي كنقول لكم. كتجي الاخوان كنجيو هنايا وكنديروا العنوان السكن، كنعاودوا العنوان ديالنا. كنجي الاخوان هنا كندير الرقم البريدي، الرقم البريدي او الكود بوستال. كل مدينه عندها الكود بوستال ديالها. مثلا كازا عندها 20، مثلا كازا عندها 20,420. انا عطيتكم مثال. كنتي في اكادير غدير الكود بوستال ديالك فين ما كنتي كدير الكود البوستال ديالك. كتجي هنايا عندنا هنا خاص اجنبي بالاجنبي المقيم، هاد المرحله كلها كنقزوها. هنا معلومات حول مودع الطلب بالنسبه للقصيرين. هنا عندنا حول يعني بالنسبه للقصيرين، الى عندك وليدات غادي تعمر هذه كتاخذ وثيقه اخرى وكتعمر هاد المرحله. كتجي هنا كدير القرابه ديالك، واش انت الاب ولا الام. كنتي مثلا هنا الا عندك وليدات كتعمرها، ما عندكش ما كتعمرهاش. كنتي الاب كدير الاب او الام من الاقارب ولا نائب الشرعي، راه غتكون انت الاب ولا الام ديالو كتعمرها، كدير اسم العائلي ديال الوليد والنسب ديالو. كتجي هنا كدير صلة القرابة، واش الأم مثلا أو الأب على حسب انت شكون. كتجي هنا كدير رقم بطاقة الهوية ديالك وهمتى غادي تسالي، والمعرف الرقمي ديالو كيخرج له حتى هو في المرحلة الثانية. هادشي اللي كاين الاخوان. كنجيو لاخر حاجه بالنسبه لهاد الوثيقه، تصريح بالشرف. كدير تصريح بالشرف، شكون اللي دار هاد التصريح بالشرف، حياه مثلا لوجين. كدير حامل رقم الهويه، كدير لاكارت ناسيونال ديالك شحال، كدير حريره بالبيضاء او في المدينه اللي انت فيها في التاريخ مثلا 28 12 22 وكتسيني. هذه هي الاخوان الوثيقه اللي خصكم تعمروا. ملي غادي نساليوها كنهزوها وكنديوها للمقاطعه. كيعطيكم واحد الرونديفو، نهار كيوصل داك الرونديفو كيعيطوا لكم باش تجيو تسجلوا في اول مرحله اللي هي التسجيل في السجل الوطني للسكان. ملي كتسجلوا فيها الاخوان كيوصلكم واحد الكود اللي هو المعرف الرقمي اللي دوينا عليه هنايا، هو المعرف الرقمي. ملي كيوصلك كتمشي لاقرب سيبر ليك كتقول له جاني المعرف الرقمي، كتعطيه ليه كيعطيك الورقه او الاستماره ديال المرحله الثانيه اللي كدير المقاطعه. في الفيديو الثاني نكمل معكم المرحله الثانيه، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا، السلام عليكم.